كده خدنا الفئة اس والفئة مين والفئة بي اللي هي بتبتدي ب3 A او 13 وتنتهي بالمجموعة الصفرية او 18 زي ما احنا شايفين قدامنا في الشكل كده. الفئة دي بتاعتنا في النص كده، بتتحط في النص ما بينهم، فطبعا هي في الترقيم الحديث هتبقى رقم كام؟ رقم 3. وتنتهي بكام؟ وتنتهي ب12. لانهم كام مجموعة؟ لانهم 10 مجموعات رأسية، 10 مجموعات ايه؟ رأسية، وبيوجدوا في المنتصف كده. بس هديهم رمز خاص بيهم برضو، بس مش هيبقى ايه زي الاس والبي بقى، لا هيبقى بي كابيتال كده، ده الرمز المميز ايه؟ مميز ليهم. فطبعا هي بادئه في الترقيم، هي رقم 3 تالت عمود، فيبقى 3 بي، تمام، و4 بي و5 بي و6 بي وانت ماشي كده. ونيجي على رقم 8 ورقم 9 ورقم 10 هسيبهم من غير رمز واقول عليهم المجموعه الثامنه. هسيبهم من غير رمز واقول عليهم المجموعه الايه؟ الثامنه، نظرا لان مجموعه العناصر الثلاث مجموعات دول متشابهين جدا في خواصهم، على راسهم الحديد والكوبالت والنيكل. فبما انهم متشابهين قوي ما كانوش عارفين يفرقوا بينهم وبين بعض في الايه؟ في الصفات، لدرجه ان انت لو حطيت الحديد والكوبالت والنيكل قدامك ما تقدرش تفرق ايه ما بينهم كعناصر، صعب التفرقه ما بينهم. فسابوهم مش مميزين وضموهم في بعض في مجموعه اسمها المجموعه الثامنه، تمام. ودي موجوده في الفئه مين؟ في الفئه دي، ومن غير رمز. طيب انا ابتديت ب3 بي وصلت لغايه 7 بي، طب وبعدين؟ طب فين 1 بي و2 بي؟ قال لك نجيبهم بقى بعدهم في الاخر، 1 بي و2 بي، يبقى البي كانها ابتدت من 1 وانتهت ل7. بس طبعا احنا طبعا رحلنا في الرموز فهي اتسمت بالشكل ده وبالطريقه دي، فنحفظها على اساس الايه؟ الطريقه دي بالظبط كده. ماشي. الفئه دي بتاعتنا دي لما اجي ابص لها كده الاقيها بادئه منين؟ بادئه من الدوره الرابعه بتاعتي، وبتسمى العناصر في بتاع الفئه دي بالعناصر الانتقاليه، مسمى ليها كده اسمها العناصر الايه؟ الانتقاليه. طيب نيجي للفئه الاخرانيه وهي اللانسيدات والاقتنيدات، سلسلتين افقيتين بحطهم تحت الجدول الدوري، وبلاحظ ان هم متاخدين من الفئه دي اصلا. لو تشوفوا عددهم الذريه هتحسوا ان هم متاخدين من قلب الفئه دي، بس هم موزلي حطوهم ايه؟ خصص لهم مكان اسفل الجدول الدوري كده، تمام. لما اجي احدد موقع العنصر بقى في الجدول الدوري بتاعي، بقى اشوف حاجتين اتنين، رقم دورته، تمام، ورقم مجموعته، ده في انهي مجموعه وده في انهي دوره، تمام. فباجي اوزع العنصر بتاعي عادي جدا. لما اجي ابص مثلا على عنصر زي الصوديوم اقوم قايل له ان 11 2 8 1. العنصر ده عنده كام مدار؟ عنده 3 مدارات، وانا لسه قايل لكم من شويه ان الجدول الدوري 7 مدارات او 7 دورات، فكل دوره قبل مدار. يبقى لو عنصر زي الصوديوم عنده 3 مدارات يبقى هو في الدوره الثالثه. اسيب 1 افقي كده، 2 افقي، يبقى هو في الثالثه الافقيه دي، ده المدار الثالث بتاعه. طب في انهي حته في المدار الثالث؟ هيحدد لي دي اخر الكترون في المدار الاخير بتاعه، عدد الالكترونات اللي موجوده في المدار الاخير بتاعه، الاقيها الكترون، خلاص يبقى ده في المجموعه الاولى. يبقى نفهم من كده ان عدد الالكترونات في المدار الاخير يمثل رقم المجموعه بتاعتي. طب وعدد المستويات اللي عندك يمثل رقم الدورة، يمثل رقم الدورة للعنصر هيقع فيه. فيبقى الصوديوم نعد كده الدورة الثالثة يتحط أول عنصر فيها في المجموعة الأولى، لأنه عنده إلكترون واحد في المدار الأخير. ناخد مثال تاني، عنصر زي الفوسفور ب 15 2 8 5، ألاقيه في الدورة الثالثة، الاقيه في الدوره الهين الدوره الثالثه، تمام، لانه عنده 3 مدارات. المجموعه الهين المجموعه الخامسه، المجموعه الهين المجموعه الخامسه. لما اجي احسب كده واجي اقول المجموعه الخامسه، سيب اول مجموعه وسيب تاني مجموعه، هخش احطه في الفئه دي ولا اروح لبي؟ قال لك الطبيعي ان انا احطه في دي، بس اجي ابص لدي اصلا ما عندهاش دوره ثالثه، دي ما ظهرتش الا في الدوره الرابعه. يبقى اذا ان انا هسيب الدي خالص لانه قبله فاضي، فتنيني ماشي في الفاضي في الفاضي في الفاضي لغايه ما اروح فين؟ الاقي الفئه بي بدات تظهر قدامي. اسيب طبعا عدد 2 قدامي هناك، يبقى ده التالت وده الرابع، واحط رقم 5 اللي هو مين؟ اللي هو الفوسفور. فيبقى هو دلوقتي واقع فين؟ واقع في الدوره الثالثه المجموعه الخامسه او 5 A، او ممكن اقول ان هو 15 ترقيم حديث بقى، وهكذا. فيبقى مثلا على سبيل المثال يديني عنصر زي مثلا يقول لك النيون Na10 2 8. طيب ده عنده 8 في المجموعه الثامنه؟ قال لك لا، طالما مداره الاخير مكتمل
تروح جاري على طول تحطه في المجموعة الصفرية في الآخر. نقيس على كده مين؟ نقيس على كده الهيليوم، ونقيس على كده النيون، الأرجون والكريبتون والزينون والرادون وهكذا. تمام؟ لأنه مخصص لهم موزلي مكان أقصى يمين الجدول الدوري. طيب ناخد مثال عشان نقدر نحدد برضو ازاي نحط العنصر وازاي نعرف مجموعته ودورته وهكذا. ناخد عنصر زي الكالسيوم مثلا، نقول الكالسيوم C20 2 8 8 2، وزعته اهوت مش مشكله، عنده 4 دورات، تمام زي الفل خالص، يبقى ده في الدوره الرابعه. اجي ابص كده الدوره الرابعه المجموعه كام؟ عنده كام الكترون في مداره الاخير؟ عنده الكترونين، تمام. يبقى ده فين؟ يبقى ده في المجموعه الثانيه، يبقى هيقع في الفاء اس من الاخر. الفاء اس دي عندها مجموعه مجموعتين، بما ان الكالسيوم المجموعه الثانيه يبقى في الفاء اس، ماشي. اسيب المجموعه الاولى واقوم حاطه في المجموعه الثانيه في الدوره الرابعه طبعا، وبالتالي يبقى انا حاطته في مكانه الصحيح. نشوف مثلا عنصر زي الهيدروجين H1، نلاقيه عنده ايه؟ مدار واحد، يبقى في الدوره الاولى، وعنده الكترون واحد في المدار الاخير، يبقى هنا ايه؟ هو مدار واحد اصلا اللي عنده، يبقى المجموعه الاولى، وبالتالي هو في الفائز. اجي لعنصر زي الهيليوم مثلا، ابص الاقي He2 عنده 2 الكترون، اوزعهم 2 بس في مدار واحد، يبقى عنده مدار واحد، يبقى هو في الدوره الاولى. طب عنده 2 الكترون يبقى في المجموعه الثانيه؟ قال لك لا. اشمعنى؟ احنا لسه قايلين من شويه ان طالما مداره الاخير مكتمل يروح المجموعه الصفريه. نخلي بالنا ان الهيليوم هيبقى في المجموعه الصفريه او المجموعه ال18. الصفريه ده ترقيم تقليدي، و18 ده ترقيم ايه؟ حديث. ناخد عنصر مثلا زي الكلور Cl17 2 8 7، الدوره الثالثه طبعا عنده 3 مدارات، يبقى الدوره الثالثه، وبناء عليه بقى اروح للمدار الاخير الاقي فيه 7 الكترونات، فيبقى في المجموعه السبعه. خلي بالنا المجموعه السبعه طبعا هو في الدوره الثالثه، مش هنمشي نيجي الدوره الثالثه كده وتانية ماشيين هنعدي واحد ايه واتنين ايه في الفائز، مش هنلاقي الفئه دي اصلا مقابلانا لانها فاضيه، بتبتدي من الرابعه، اروح الاقي 3 ايه 4 ايه 5 ايه 7 ايه، المجموعه 7 ايه او 17 في الترقيم الحديث، وهم حاطط الكلور، تمام. وزي منه لما اجي ابص للارجون مثلا AR18 2 8 8، دوره ثالثه طبعا، ومن الدوره الثالثه الاقي مداره الاخير مكتمل، فراح اوديه المجموعه الصفريه، فيبقى الدوره الثالثه المجموعه الصفريه او الترقيم الحديث المجموعه 18. ما اقولش بقى مجموعه تامنه وكده، احنا اتفقنا مجموعه تامنه ده في الفئه دي في نص الجدول، الاخيره ده تبقى ايه؟ صفريه او 18. فما اجي مثلا اقارن مقارنه خفيفه ظريفه كده سريعه ما بين ايه؟ عناصر الدوره الواحده وعناصر المجموعه الواحده، فلاقي مثلا يقول لك هنا ايه؟ تختلف في الخواص الكيميائيه، عناصر الدوره الواحده مختلفه في الخواص الكيميائيه، طبعا مختلفه في الخواص الكيميائيه، وانا جاي من الشمال لليمين الخواص عماله تتغير. هنقول لانها تختلف في عدد ايه؟ الكترونات مستوى الطاقه الاخير. لما نيجي نبص للعناصر المتشابهه مع بعضها، ابص الالكترونات المستوى الاخير. لو انا بصيت مثلا لعنصر زي الصوديوم Na11 عنده الكترون في المدار الاخير، زيه زي عنصر البوتاسيوم K19 لانه عنده برضه الكترون في المدار الاخير. طيب اجي ابص لعنصر زي الفوسفور B15 2 8 5 عنده 5، وعنصر زي ايه؟ النيتروجين N7 2 5 عنده برضه 5 في مداره الاخير، يبقى دول عناصر متشابهه مع بعضها لان عدد الكتروناتها في مدارها الاخير متشابه. واحد زي المغنيسيوم مثلا Mg12 2 8 2، واحد زي الكالسيوم Ca20 2 8 8 2، برضو الكترونين في مدار الاخير الكترونين، يبقى دول متشابهين في خواصهم. يبقى نرجع للسؤال تاني، تختلف في الخواص الكيميائيه، علل عناصر الدوره الواحده ليه؟ هنقول لانها تختلف في عدد الالكترونات مستوى طاقتها الخارجي. طيب بتتفق في ايه؟ بتتفق في عدد مستويات الطاقه المشغوله بالالكترونات. طالما احنا في دوره واحده، الدوره الثالثه الدوره الرابعه، يبقى عندنا ايه؟ 3 مدارات او 4 مدارات، يبقى متفقين في عدد الايه؟ المدارات المشغوله بالالكترونات. يجي يقول لك مثلا يقع كل من عنصر الكلور Cl17 والمغنيسيوم Mg12 في نفس الدوره في الجدول الدوري. ليه في نفس الدوره؟ لان لما اجي اوزع ده الاقي 2 8 7 وده 2 8 2، فبالتالي عندهم 3 مدارات، يبقى لان عدد الالكترونات كل منهما تدور في 3 مستويات للطاقه. ماشي. وانا ماشي في الدوره من الشمال لليمين، ايه اللي بيحصل لعدد الالكترونات في المدار الاخير؟ بتزيد. الدورات ثابته لان نفس الدوره الثالثه مثلا، بس ده في المجموعه الاولى يبقى عنده الكترون، المجموعه الثانيه يبقى عنده 2 الكترون، المجموعه الثالثه يبقى عنده 3 الكترون، المجموعه الرابعه يبقى عنده 4 الكترون وهكذا. وبالتالي يزداد ايه؟ العدد الذري للعنصر في عن العنصر الذي ايه؟ يسبقه بمقدار واحد في الدوره الواحده. تمام. نخش على عناصر المجموعه الواحده، يقول لك تتشابه في الخواص الكيميائيه،
يبقى كانت الدورة بتختلف. دي طبعا ايه بتتشابه. ليه؟ لانها تتفق في عدد الالكترونات في المدار الاخير. اتفقنا عدد الالكتروناتك في المدار الاخير متشابه او واحد، يبقى انت ايه خواصك زي بعضها. طيب اتفقنا قلنا في عناصر الدورة تتفق في عدد مستويات الطاقة. قال لك عناصر المجموعة لا، تختلف في عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات. تمام. نيجي يقول لك ايه تتشابه خواص العنصرين ان ايه 11 وكده 19 لسه قايلين من شوية. ليه؟ هنقول لتساوي عدد الالكترونات في مستوى طاقتهم الخارجي. تمام. يجي يقول لك مثلا يزداد العدد الذري للعنصر عن العنصر الذي يسبقه بمقدار 8. ده في الايه في المجموعة. ده كلام صحيح، لانك بتلف 8 الكترونات عشان تروح تملى المدار اللي بعده. كل مدار بينتلي ب 8 الكترونات. يبقى عنصر في المجموعة، العنصر اللي بعده في نفس المجموعة هيزيد 8 الكترونات عشان يروح في مدار جديد. تمام. طب لو انا مثلا اخر حاجه عايز اتكلم فيها في الدرس ده، لو انا عايز احدد العدد الذري لعنصر بمعلوميه موقعه في الجدول الدوري، اعمل ايه؟ سهله. انت مثلا بيقول لك عنصر موجود في مكان، تشوف دورته وبناء عليه يبقى ده عدد مدارات، وتشوف مجموعته وبناء عليه يبقى ده عدد الكتروناته في المدار الاخير. مثلا عنصر يقع في الدوره الثالثه، خلاص 3 مدارات، معروف ان الاول ب2 والثاني ب8. طالما 3 مدارات يبقى انا مليت الاول ومليت الثاني ب8 يبقى كده 10. اشوف بقى 10 الكترونات، اشوف كده في مداره الاخير في كام الكترون. قال لك مثلا المجموعه الاولى، يبقى انا معايا 2 8 احط 1 يبقى ده 11 يبقى ده الصوديوم. طب قال لك في المجموعه ال 18 يبقى مداره الثالث ده مكتمل، يبقى 2 8 8 يبقى ده الارجون ار 18. تمام. وهكذا. مثال تاني، عنصر عنده 4 مستويات للطاقة، مداره الأخير فيه 2 إلكترون. طالما 4 مستويات يبقى هو ملا الأول والتاني والتالت. بينتلوا بكام؟ بينتلوا ب18. الأول ب2 والتاني ب8 والتالت ب8. 8 و8 16 و2 18. طيب المدار الرابع فيه 2. في 2 على 18 بقينا 20، يبقى ده الكالسيوم Ca20. وهكذا. يقول لي مثلا اخر سؤال بقى عندنا، علل يقع الكالسيوم Ca20 في الدورة الرابعة والمجموعة 2 في الجدول الدوري. سؤال بسيط جدا، هفسره اللي هو قاله لان عدد الالكترونات بتاعته تدور في 4 مستويات طاقة، ومستوى طاقته الخارجي او الاخير بيساوي 2 الكترون، لذلك هو في الدورة الرابعة وفي المجموعة 2 لغاية هنا ان شاء الله يبقى انا خلصنا الدرس بتاعنا، محاولات تصنيف العناصر. واشوفكم ان شاء الله في حل التمارين والاسئله على الدرس. ويا ريت لو في اي مشكله او في اي حاجه في الشرح مش واضحه، او اي حد عنده اي استفسار او اي حاجه، يكتبها لي تحت في الكومنتات. واشوفكم على خير ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.